إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ئیماندارانی خۆشەویست، برایانی خۆشەویستم، لە بابەتی عەقیدە لە پرۆگرامی زاد قۆناغی دووهەم گەیشتوونەتە لاپەڕەی 29 العیبادە. مامۆستا سۆران با بۆمان بخوێنێتەوە. العبادة. تعريف العبادة: العبادة لغة الطاعة مع الخضوع والتذلل. والعبادة في الاصطلاح الانقياد والخضوع لله تعالى على وجه التقرب إليه بما شرع مع المحبة والتعظيم، أو كما عرفها ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الرزان عبادات طبعا من لبيشا لم بشا لبشي دومي منهجی عقیدە لە پرۆگرامی زاد لە سەرەتاوە باسی تەوحیدمان کرد، تەوحیدی ئولوهیە خاڵی یەکەم. ئێستا خاڵی دووەمە باسی العیبادەیە. عیبادە پێناسەکەی، عیبادەت بە کوردی خۆمان پەرستن. العیبادە لە زمانی عەرەبیە واتە الطاعة مع الخضوع والتذلل، واتا طاعات يعني يرايلي لقل ملكتشيو زليلية، رجع روايته يرايلي بس ملكتشني زليلني، يرايلي لقل ملكتشيو زليلية بيوتر عبادة. العبادة في الاصطلاح لزاراوي زانايانا علماء عقيدة ما بس يعني شيء كاتي الله عبادة الانقياد والخضوع لله تعالى، ملكش بون وتسليم بون بو الله عز وجل على وجه التقرب بو ما بستيك خود نزيك كيتو لخواه، يعني ما بستي خو نزيك نوال لخواي پروردگار بما شرع مع بويك خواي تعالى شرعي كردوا مع المحبة والتعظيم، يعني خو نزيك نوال لخواه تسليم بون بوش شريعتك إخوة لقل خو نزيكردنەوەکە چیشت هەیە، يعني ما بەستەکە ئەوەیە خوات خۆشەوێ وخوا بە گەورەش ئەزانی. یان ئیبن تەیمیە تعریفێکی زۆر جوانیەکە من پێم باشە هەمووتان ئەم تعریفەتان لەبەر بێ. يعني ئەم تعریفەی ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەتوانم بڵێم جامعە و مانعە، يعني بەڕاستی تعريفك ابن تيمية تعريفك بربيستا. شي أفرمي ابن تيمية تماشاك، شي أفرمي العبادة اسم جامع، زور مهمة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة يعني الباطنة والظاهرة. يعني عبادة ناوێکی کۆکەرەوەیە، ناوێکی کۆیە، کۆکەرەوەی چییە؟ هەر شتێ خوا پێی خۆش بێ بۆ خوا پێی ڕازی بێ لە کردار لە گوفتار، ئەوەی ئاشکرایە ئەوەی شاراوەیە. چەند جوانە، یعنی هەرچی حرەکات و سەکەناتێک تێ لەم دنیاە ئەگەر بە پێی ئەوە بێ خوا پێی خۆش بێ پێی ڕازی بێ و مەبەستت ڕەزابوونی خوا بێ بە عیبادەت. هەموو شتێک يعني عبادة زور لمعناي تنها سي وشوار شت شعائري تعبدي تنها لويا وكبولي حصري كي عبادة زور لو قورتر بو أم تعريفة لاي من يعني زور قورية والتأكيد مزور كل سر قورية أم تعريفة إما قربرو انت ماشاي أو آيات بكين كيسا لما دو أجديت يعني أو آياتك أخوي تعالى فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة ذاريات آياتي 56. اگر توزيق ورد ببيته ولو آياته طبعا معناه كي شيء أو آياته ما مصر معناه كي وكوا خوي جورا جنوكو
جنۆکە و ئینسانەکانم دروست نەکردو ئیلا بۆ عیبادەت نەبێ إلا ليعبدون. يعني من إنسان وجنوكم دروس نكرد إلا بوشي نبي بو عبادة أكري يعني من الله حرب عبادة دروس يعني كده أي أكري تنها عبادة بريتي بيلوي كوال لما لصال عمر تايك جار حجيب كي ولا صالك يعني يك ما نبروجو بيت وزكاة يك جار أجر لو شيء زكاة هربنا كي لو شتو فقير بزكاة تهنبي أجر هشت بيلا صالك يك جار زكاة دي ونجي بينش فرزا يتر أو بيننا هيتش نبي أنا عبادات هر أمنية وش بيسكان عبادات أنا معناك لما جورة تربي أي شيء معناك أويا كحرشتي إخوة وبيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيان خوش بي رازي بن حرشتي إخوة بي رازي بي وبي خوش بي يتر كردار بي يعني گفتار بي ما دام خوا وبيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيان خوش ظاهري جبي عن باطن بي عبادته جوابو اگر بفي ام تعريفه به ريك او حديثه شي بركه كبيغمري خاص صلى الله عليه وسلم فرمي وفي بضع احدكم صدق فرميت يا قلبون تان لقل خيزان تانا سرجي كلنتان صدقه يوتي ان اي بيغمري خوا يا ما يعني انسان ارزوي خويتي ركعاتي لقل خيزانك سرجيك يعني بو او الصدقه يعني وقبل او عباده بيو صدقه فرمي اي اگر لحرام سرفيكا جناح بارنا به تاوانية بسري بتاوان بينان وسري دي كوابو أجر لحلالة أو إيشاء أنجام بدا بعبادة ويا نسري بطاعة ويا نسري يتر كاسبي طاعته يعني أساس خدمتي سيارة كدناكي أو سيارته أي بيبو لاي فيتر رون يقوري دايا كان يقوري دائما تشاو تالي بويتو شي مصيبتي كدناكا شو أم سيارة ضرورة بوجياني تو بوجياني خزانك عبادته يعني هموش تيك هموش خواردن تبي بعبادة خواردنوا تبي بعبادة هموش جيان تبي بعبادة بفي أم تعريفه وبالفعل أو تعريفه يعني خوي بخوي حتى آيات وأحاديث يتيا كوا بيتوا بله. وهي الغاية العظيمة من الخلق وهي المرتبة الشريفة التي يوصف بها صفوة الخلق لذا أمر الله تعالى بها في غير موضع من كتابه العزيز قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله عبادة غاية مبستي غاية عظمى يعني مبستي هرقوري خلقه يعني إخواني تعالى خلقي بويا بدينا وابو عبادة كوابو نية لبلي عبودية قورة تربية نية لبلي عبودية قورة تربية جاهر لبر أويا أبيني إخواني تعالى فرمان أكا بعبادة لچندين شوني قرآني بيروزة يشك لوانا إخواني تعالى فرمي لسورة ذاريات آياتي 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني من جنوكو إنسان كان خلق كردوة تنها بو خلق كان كردوة كخليكي برستني من بن كوابو ما بس لخلقي مخلوقات وبتايبتي جنوكو إنسان كان عبادته وعبوديته. هروها لسورة النحل آياتي 66 أفرميه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بو حمو أمتي بيغمريك من ناردو بو حمو أمتي بيغمريك من ناردو بوچی هدف آمانج لناردنی او پیغمبرانه ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خواب پرستن دور بگرن لطاغوت خواب پرستن دور بگرن لطاغوت زور گرنگه اما هروها لسورة انبياء آياتي بسوبينج خواه تعالى فرمي وما ارسلنا من قبلك من رسول يما لبيشتو اي پیغمبري خواه اي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هر پیغمبريك من ناردوه بوچی ناردو مانا إلا نوحي إليه إلا وحي من بوي ناردو كتشي
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما هدفك أما أنه لا إله إلا أنا، يعني خوي تعالى خوي توابو فاعبدوني، توابو من ببرستن. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم حتى الموت، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بالله خوي تعالى لسورة أنبياء آيات نوت دو فرمي إن هذه أمتكم، يعني أما أمتي إيويا، إن هذه أمتكم أم أمتي إيوا أمة واحدة يك أمتا، يعني همتان لنوي آدم عليه السلام وآدم يشخوي تعالى لخول درسي كردو كابو همتان بو يك باو بابيرا قرينو بو يك باو كدايكا قرينو وأنا ربكم فاعبدون، ومن يشبر وردقاري إيوام كوابو تنها من ببرستن. وهروها خوي تعالى أمر ببيغمرك صلى الله عليه وسلم حتى مردن، أمر ببيغمرك صلى الله عليه وسلم حتى مردن خريك عبادة به. اعلم أن ما يفسر به بعض الزنادقة هذه الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. قال الشنقيطي: إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلا بل يسمى لعبا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد العابدين عابدا لآخر لحظة في حياته، ولو كانت تكاليف الشريعة تسقط بالوصول لمرتبة معينة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك. هني كسي براسيم آيات بشويك زون ناريك ونابيك، يعني تأويلا كان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أو نخوة ببرستا پروردگار برستا تا أجيت بلي يقين بلي دنياي بويا أبيني هنديك لوانا يستنين بس بيشاهبونا لناو كردواري خوماناو لناو أمتي إسلامي شاهبوا، يعني خلقان يكبون كاتي نوش باعتاية دز نوش أنا قرد يعني بنبان ما يمرون لما كان يوجك والله أنا كسي نوش نكر مثلا حنا بيانا قلت فلانا كسي نوش نكر أيود من قيشتما تبلي يقين، يعني لو درتشوم كمن نوش بكم عبادات لسر كسان يكنية كقيش بيتنا بلي يقين. طبعا أم بوچونه كي زور غلطة كتكليف عبادات لسر إنسان لا أتشي أجر قيشتا بلي كي دياري كراو كبيو تريت بلي يقين. الشنقيطي الله أما كفرة و لا ملة إسلام درجة بإجماع مسلمين أجر كسوا تأويل أما يتبكى وأمنا وعبينا وتريت تأويل بل كبيو تري هذه كردن بآيات كان القرآن. پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم سیدی خلق سیدی عابدینه وكو خوشي چنجاري فرمويتي من لا هموتان زياتر لخوا اترسم وهموتان زياتر خوا ابرستم حتى اخر لحظه لجيان يا پیغمبر عبادتي كردو دي اگر عبادت لسر كسي بكوتايه وابو لسر پیغمبر بكوتايه صلى الله عليه وسلم اولاترين كس پیغمبر بوچو له همو خلق عابدتره توابو مو ام ليك دانوا بو آياتك بلي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني زو ناريك بلكو عبادتي خوابك حتى أجيت بلي يقين يعني مردن حتى أجيت مردن يعني خواب برسحل لو رجوك تكليف لسره حتى أو رجيك أمري صفر. وحذر الله سبحانه وتعالى من التكبر عن عبادته فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والعبادة هي وصف الملائكة الكرام الملازم لهم. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ونعت سبحانه وتعالى صفة خلقه بالعبودية له فقال تعالى:
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الألوهية: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ووصف بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هروها أبيني خوي تعالى وريا ما نكاتوا لو تكبر كين لعبادتي أفرمي: وقال ربكم ادعوني پروردگار تان پێتان وتووە ادعوني داوام لێ بکەن، دعا بکەن، ڕوو لە من بکەن، نزا بکەن، بپاڕێنەوە، ئەستەجب لەکم، منیش وەڵامتان ئەدەمەوە. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بەڕاستی ئەو کەسانەی کە کیبرەکەن لە عیبادەت کردنی منە بێگومان ئەچنە جەهەنەمەوە بە سەرشۆڕی، بە لووتشکاوی. و عبادته كخوي تعالى وصفي كي بيكا وصفي ملائكة كرام، ملائكة برزكان لا خوي، والتأكيد شكاتو كببردوامي أوان خليكا تنانت برزان نان ناخون أو ناخون، تناكحنا كان، تناسلنا كان، هل خليك عبادة. إن الذين عند ربك أوانيك للاي بروردقارتن يعني ملائكة لا يستكبرون عن عبادتي، هرگیز تکبر ناکن لعبادت کردنی خوای پروردگار. ويسبحونه يعني ببردوام تسبيحات يكن وله يسجدون وكرنوج بو أو أبن يعني لا آثارها ولا أحاديثها كوا إنسان لا أسمانا كان شوار بن جواب يناك إلا بري ملائكة ككبير لم لاو أملا شي بري ملائكة ككبير يان للركوعان يان للسجودان لو رجوك خوي تعالى خلقي كردون خليك عبادت. وهروها خوي تعالى سبحانه وتعالى وصفي صفوتي خلقي خوي أكاب العبودية له بويك عبادتي وكان عينا يشرب بها كي لناو بهشتا عباد الله عبد كان إخوة يفجرونها تفجيرا. وهروها وصفي خلقانك كهالبجاردي إخوان بعبودية الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى أغات آخر أو صفاتانك قال تعالى وصف عباد الرحمن بيك ونايش أننا عباد الرحمن. ودرباري مسيح عليه السلام كإدعاء ألوهيتي بيك المسيح يعني نعوذ بالله أخوة أفرمي إن هو إلا عبد، يعني مسيح تنهى عبده أنعمنا عليه نعمتي خمان من رشدوه بسريا كأبو مسيح عليه السلام عبده وحرقيز إنكار عبوديتي خوينا ناكات حرقيز. وبيغمري خوشوي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوقاته وأني سيدي مرسلين لو شوێنانەی کە پیرۆستترین شوێنە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، يعني بەرزکردنەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە شەوی ئیسرا و میعراجە ئەوە ئیتر لەوە پیرۆستتر نییە. يعني یەکێک لە گەورەترین مەکانەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوەیە کە خوای تعالی ئەوەی پێداوە، يعني مەسەلەی ئیسرا و میعراج و دابەزاندنی قورئان بەسەریە، ئیتر لەوە گەورەتر نییە. دەی لە هەردوو حاڵەتەکە خوای تعالی کاتی باسی پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم ناڵێ ڕەسوول ئەڵێ عەبد. سبحان الذي أسرى بك نيفرموا برسوله فرموا بعبده. وهروها أفرمي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني خوي تعالى قرآن إذا بزان سلف يا غمرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهخوي شي أفرمي كاتو زيادة الرويان كلا وصفها
فەرمووی بڵێن عبد الله والرسول لەبۆ زیاتر مەڵێ حتا عبدەکەی خستە بەردەم ڕیسالەک وەکو دووبارەش یەکەینەوە من وا هەستەکەم ئەسڵەن مەقامی ڕیسالە ومەقامی نبووە داخلە لە عبودیەتە ولوتكي أفهم بلهم لوتكي عبودية رسالة لوتكي عبودية رسالة يعني يتر أو بري عبوديته بويا هر عبده لو كان مخيط على بخاتنا وجوانا كان يخوي رحمن فيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.